السلام عليكم. ازاي تنفذي حكم النفقة خطوة بخطوة بعد حصولك على الحكم القضائي؟ في الحلقة دي هنتكلم عن أهم نقطة بعد صدور حكم النفقة، وهي إزاي بيتم التنفيذ للحكم ده فعليا على الزوج. أول إجراء هو الحصول على الصيغة التنفيذية. أول شيء بعد صدور الحكم بالنفقة بإلزام المحكوم عليه بأدائها، بيقوم المحكوم لها بالذهاب للمحكمة والسؤال عن موعد استلام الصيغة التنفيذية للحكم، وبيتم الذهاب في الموعد المحدد لاستلام الصيغة التنفيذية، وبيتم تسليم الصيغة التنفيذية لصاحب الشأن المدعية أو وكيلها بسند وكالة مباشر عنها. تاني إجراء بيتعمل هو إعلان الزوج قبل تنفيذ الحكم المحكوم به للزوجة، فلازم الزوج يتم إعلانه رسميا عن طريق محضر المحكمة، وده بيحصل عن طريق قيام الزوجة أو المحكوم ليها بالنفقة بإعلان المدعى عليه بالصيغة التنفيذية اللي استلمتها بالمحكمة في مواجهة المدعى عليه. ثالث إجراء بيتعمل هو التنفيذ ليه طرق قانونية مختلفة. الطريقة الأولى في حالة عدم عمل الزوج بوظيفة، يعني لو الزوج لا يتقاضى مرتب من جهة عمل سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص، بيتم التنفيذ في الحالة ديت عن طريق بنك ناصر، فبيتم إعلان الزوج بالصيغة التنفيذية، وبعد الإعلان بتذهب الزوجة لبنك ناصر وتحصل على موعد منهم للاستعلام عن الإجراءات الخاصة ببنك ناصر، وبعد كده البنك بيتخذ إجراءاته، وبناء عليه بيصرف للزوجة مبلغ من النفقة وليس كل المبلغ المحكوم به بشكل شهري. باقي المبلغ الزوج بيكون ملزم بسداده، وفرق القيمة بين ما يدفعه بنك ناصر والقيمة المحكوم بها، وبعد فترة يصبح المتراكم من النفقة متجمد في ذمة الزوج المالية، ويكون ملزم بها يا الدفع يا الحبس. الطريقة الثانية لتنفيذ حكم النفقة في حالة عمل الزوج بوظيفة سواء قطاع عام أو قطاع خاص، فبيكون في الحالة دي التنفيذ بإعلان جهة عمله بالحكم لاستقطاع المبلغ المحكوم به لصالح الزوجة من راتب الزوج، وبيتعمل إعلان للشركة أو المؤسسة اللي شغال فيها بالصيغة التنفيذية بحجز مال المدين لدى الشركة أو المؤسسة اللي بيعمل فيها الزوج، وبعدها بيتم التنفيذ بالاستقطاع من الراتب الخاص بالزوج بشكل مباشر من جهة عمله، وتسليم النفقة للزوجة في حدود النسبة المقررة وفقا للقانون. طيب في نقطة مهمة جدا، طب المبلغ الباقي اللي هو فرق النفقة في التنفيذ الجزئي لمبلغ النفقة سواء في بنك ناصر أو جهة العمل الملتزمة بنسبة معينة من استقطاع راتب العامل، الفرق ده بيحصل فيه إيه وإزاي الزوجة تحصل عليه؟ في الحالة دي الزوجة من حقها ترفع دعوى متجمد بمبالغ المتجمدة على الزوج، وإذا لم يسدد فبيتم حبسه وفقا للقانون، وده موضوع الحلقة الجاية. الخلاصة في تنفيذ أحكام النفقة إن في طرق متعددة للتنفيذ، والمهم الالتزام بالإجراءات والخطوات القانونية عشان تاخدي حقك بشكل صحيح. أتمنى أكون قدمت محتوى مفيد لحضراتكم. منتظروا الحلقة الجاية في سلسلة النفقات، هنتكلم عن حبس الزوج بسبب عدم سداد النفقة أو متجمد النفقة. وأسأل الله لي ولكم الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ بالله لي ولكم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وفي أمان الله.